بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. نص من أجل مصر. فالدرس الآن استكمالا للي بيعمله الأستاذ أحمد، وهو معلم يعني مؤثر في طلابه. وانتوا عارفين موعد يوم الخميس هو موعد جلسات البرلمان، وزي ما قلنا كلمة برلمان يعني مجلس الشعب. وطبعا الطلبة والطالبات منتظرين ان أستاذ أحمد يجيب لهم الوريقات ويشوفوا مين اللي هيقع عليه الدور انه يختار وظيفة من الوظائف. لكن أستاذ أحمد قال لهم النهاردة الموضوع هيكون فيه اختلاف. طيب ايه يا مستر؟ قال لهم احنا اسم البرلمان بتاعنا ايه؟ حد فاكر كان اسم البرلمان ايه؟ اسم البرلمان من اجل مصر. قال لهم على فكرة بس مش احنا بس اللي بنفكر في مصر وعملنا حاجة من اجل مصر. قال لهم انا هعرض عليكم حديث يعني كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بيوصي الخلفاء من بعده بأهل مصر. المعلم قال للطالب أيمن تعالى وخد الورقة دي واقرأ لزملائك. وبدأ الطالب أيمن يقرأ حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث بيقول، وناخد بالنا تاني ان الحديث ده نصوص واحيانا يأتي سؤال اجباري في الامتحان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم ستفتحون ارضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم ذمة ورحما. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيكلم المسلمين فقال لهم إنكم ستفتحون أرضا. طيب ما المقصود بهذه الأرض؟ يقصد مصر. عرفنا منين إنها أرض مصر للمسلمين أو خلفاء الرسول هيفتحوها ويدخلوها؟ عرفنا إنها أرض مصر من تكملة الحديث يذكر فيها القيراط، والقيراط هو جزء من الدينار والدرهم، وكان استعمال هذا اللفظ قيراط في مصر فقط. فاستوصوا بأهلها خيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصي الخلفاء من بعده أن يعني يستوصوا بأهلها خيرا، يعني يعملوا معها كل الخير. لماذا بالذات لأهل مصر؟ يعني نقول لماذا أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بأهل مصر خاصة؟ يعني ما هو احنا يعني الناس عارفة ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصي بالناس جميعا خيرا، وبيوصي المسلمين يعاملوا كل البشر معاملة فيها خير، ولكن خاصة بالذكر أكثر أهل مصر. لماذا؟ التعليل موجود في الحديث. فإن لهم ذمة ورحما لسببين. أول حاجة إن أهل مصر أهل ذمة. تاني حاجة إنهم أهل رحم. يعني إيه رحم؟ رحم يعني قرابة. فلما نقول أنا فلان بيني وبينه صلة رحم يعني قرابة. ذمة معناها عهد وأمان وكفالة. فالعرب هم أصلا من شبه الجزيرة العربية، يبقى العرب هم أصلا الذين يسكنون في شبه الجزيرة العربية اللي هي حاليا اسمها السعودية وما حولها. فالنبي العربي إبراهيم، النبي العربي إبراهيم جاء إلى مصر فتزوج من هاجر المصرية. فطبعا والنبي إبراهيم لما تزوج من هاجر المصرية أنجب سيدنا إسماعيل، وإسماعيل نبي أيضا. والنبي إسماعيل هو الجد الأكبر للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هناك صلة قرابة بين ومصاهرة أيضا بين العرب من شبه الجزيرة العربية وبين المصريين. أكتر سؤال بيجيلك على الحديث يقولك في الحديث بشارة ووصية وتعليل، وضح ذلك. البشارة في قوله إيه؟ إنكم ستفتحون أرضا. الرسول صلى الله عليه وسلم
يبشر المسلمين بأنهم سيفتحون أرض مصر وهيدخلها المسلمين والإسلام في وقت ما. وفعلا البشارة دي تحققت في خلافة عمر ابن الخطاب. يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الخليفة الأول للمسلمين أبو بكر الصديق. بعد وفاة أبو بكر الصديق جاء الخليفة الثاني للمسلمين عمر بن الخطاب. وفي عهد عمر بن الخطاب فتحت مصر فعلا وتحققت نبوءة وبشارة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أعظم. الوصية قوله صلى الله عليه وسلم فاستوصوا بأهلها خيرا. استوصوا بأهلها خيرا، بيوصيهم بأهل مصر كل الخير. التعليل يعني السبب. فإن لهم ذمة ورحمة، لأن أهل مصر بينهم وبين العرب في شبه الجزيرة العربية علاقة إنهم أهل ذمة، يعني أهل كتاب اللي هي المسيحية والإنجيل، وإنهم في بينهم وبين العرب علاقة مصاهرة يعني زواج وقرابة، لأن النبي العربي إبراهيم تزوج من هاجر المصرية وأنجب سيدنا إسماعيل، وسيدنا إسماعيل هو الجد الأكبر للرسول صلى الله عليه وسلم. نيجي بقى للجماليات. ندور كده. طبعا احنا عارفين الجماليات بندور على أساليب التوكيد. نشوف في إن عندنا مثلا إنكم ستفتحون أرضا، يبقى أسلوب مؤكد، والأداة اللي أكدنا بيها كانت الأداة إيه؟ إن. ستفتحون، السين حرف يدل على المستقبل القريب. أرضا جاءت نكرة للتعظيم. طبعا احنا عارفين يعني إيه نكرة. أي اسم ما يأتي من غير ألف ولام يكون نكرة. يكون ايه؟ نكرة. بس طبعا لازم يكون مش من انواع المعارف الاخرى. كلمة خيرا جاءت نكرة ليه؟ يعني ما خلاش معرفة وقال الخير. نكرة بتفيد العموم والشمول. يذكر فيها القيراط، الجملة توضيح لما قبلها. الفعل يذكر بني للمجهول للعلم بالفاعل. طبعا يذكر لو كان مبني للمعلوم كنا قلنا يذكر، لكن الفعل المضارع ضم اوله فتح ما قبل اخره لانه مضارع، وده خدت انت بناء الفعل المجهول السنه اللي فاتت. فيذكر الفعل هنا مبني للمجهول، وهذا يدل على العلم بالفاعل، والفاعل هم اهل مصر. يذكر فيها القيراط. طبعا فيها هنا جار ومجرور، مش كده؟ في حرف جر والهاء الضمير ده يعني مبني في محل جر، ففيها هنا جار ومجرور اتقدم على كلمة القيراط. يعني المفروض أصل الجملة إيه؟ المفروض أصل الجملة يذكر القيراط فيها، لكن هو قال إيه؟ يذكر فيها القيراط. تقديم أي شيء على كلمة أخرى، تقديم أي كلمة على كلمة أخرى بيفيد التخصيص والتوكيد ويفيد الاهتمام بالمتقدم. يبقى تقديم الجار والمجرور فيها بيفيد الاهتمام بالمتقدم، وممكن تقول التخصيص والتوكيد لو عايز إجابة يعني أوضح. استوصوا في قوله فاستوصوا، طبعا الفاء هنا حرف عطف. استوصوا فعل أمر، فهنا اسلوب امر، وممكن نقول انه امر للوجوب والالزام لانه امر من الرسول عليه الصلاه والسلام. يبقى اي فعل امر من الله للبشر او من الرسول للبشر بنقول انه امر للوجوب والالزام، يعني ملزم للمسلمين ان هم يعملوه. طبعا برضو فاستوصوا بأهلها خيرا، أصل الجملة فاستوصوا خيرا بأهلها، فالباء هنا حرف جر بأهلها، الباء حرف جر وأهل اسم مجرور. الجار والمجرور برضو تقدم، وهنا تقديم الجار والمجرور أيضا أفاد الاهتمام بأهل مصر. فإن لهم ذمة ورحما، اسلوب مؤكد أداته إن. فإن لهم ذمة ورحما، اسلوب مؤكد أداته إن، والجملة تعليل لما قبلها. لان هنا نقول طبعا نقول لماذا استوصوا باهلها خيرا. ليه نستوصي باهلها خيرا؟ الاجابه لان لهم ذمه ورحمه. يبقى دي الجمله فان لهم ذمه ورحمه تعليل لما قبلها. الجمع بين ذمه ورحم يدل على العلاقه بين الحق والمشاعر الانسانيه.